يتجاوز عامه الرابع، ولكنه مدمن على أكل الفلفل الحار، حيث بدأ بأكله منذ أن كان عمره 14 شهرا، فلا ينفك عن البكاء والصراخ حتى يضع أحد والديه صحن الفلفل الحار أمامه. كان قاعد بين الأولاد الصغار، صار يمسك الفلفل ويأكل فلفل، فأخذنا منه الفلفل صار يبكي، فمن كثر ما صار يبكي فكرنا انه من الفلفل، فأخذناه منه صار يصيح بزيادة، رجعوا له الفلفل، صار يطول الفلفل ويأكل عادي. طبعا بعد هالشغلة أنا خفت عليه وأخذته على أطباء. لنعمان إياد عامر 4 إخوة لا يملكون هذه الخاصية، ويتأذون من رائحة الفلفل عندما يقوم بأكله. ما يشعرك بالذهول هو تلذذ هذا الطفل بتناول الفلفل الحار، ومدى انزعاجه إن لم يكن الفلفل حارا وكان من النوع الحلو. بعض الأحيان إنه بتصدف إنه يأكل من 20 ل 30 حبة فلفل، كل ما كان قوي حركته بيستمتع فيه أكثر. إذا كان الفلفل حلو برضاهوش. إحنا بنحاول نمنعه بس ما بنقدر، يعني خلص تعود على الفلفل وصار يعني زي الغذاء اليومي له. في البداية اعتقد أهل الطفل نعمان أنه يعاني من مشكلة في التذوق، غير أن الأطباء نفوا ذلك. رحت على أطباء كثير، الغرابة في هالشغلة إنه ما بيأثر لا على المعدة عنده ولا على الأمعاء ولا على عيونه حتى، يعني إن فرق عينه إن أجى على عينه عادي. الدراسة اللي بتصير هسا إنه مش بس بأكل فلفل، إنه ليش بتأثرش على معدته وعلى الأمعاء كمان. نعمان من قرية كفر قليل في نابلس، والذي يتميز عن باقي أطفال العالم وحتى الكبار من خلال امتلاكه هذه الميزة. حاول والده إدخاله إلى موسوعة جينيس، إلا أن القائمين عليها رفضوه بسبب صغر سنه. كل من يرى نعمان وهو يأكل الفلفل الحار لا يتوقف عن التساؤل حول سر هذه الميزة التي تجعله يتلذذ بأكل الفلفل الحار دون أن يتألم. من قرية كفر قليل قضاء نابلس، نبا الفرسخ، قناة رؤيا.